ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة كيكة سهلة وبسيطة ولكن مع تزيين كده زي الجاتو احسن كتير واسهل كمان. وتقدروا بقى تعملوها كده مع اولادكم هما بيذاكروا علشان تشجعوهم على المذاكرة. حاجة كده حلوة وجميلة ومغذية كمان. هجيب بولة كبيرة واحط فيها 2 من البيض، والبيض يكون في درجة حرارة الغرفة، يعني ما يكونش مثلا طالع من التلاجة ونستخدمه على طول عشان ما بيديش نتيجة كويسة. هحط معاه 3/4 كوباية سكر، 3/4 كوباية من الزيت. زيت طبعا ملهوش اي ريحة. ودلوقتي هنضربهم بالمضرب. حطيت كده كيس من الفانيليا، نضربهم كويس جدا بالمضرب لحد لما لونه كده يفتح ويبقى ابيض. دلوقتي هحط اللبن او الحليب 3/4 برضو كوباية، بنفس الكوباية اللي عايرتي بها السكر والزيت. دلوقتي هحط الدقيق. انا فضلت اضرب فيها كده حوالي 3 دقايق كده لحد لما عمل الفوم اللي على الوش دوت. وبعدين هستخدم مجين من الدقيق بنفس برضو الكوباية. حطيت اول كوباية وهقلبها كويس، وبعدين هحط الكوباية التانية واحط معاها كيس من البيكنج باودر وشوية كده صغيرين جدا من الملح ومعلقة من الخل. هقلب كده وده القوام بتاعها، يعني قوامها كده لما ترفعيه لفوق كده وينزل على وش الخليط يختفي بسرعة، يعمل علامة كده ويختفي بسرعة. هجيب بقى صينية فرن وادهنها كويس بالسمنة او بالزيت. هفرش فيها ورقة زبدة عشان تبقى سهلة عليا وانا بخرجها من الصينية. نزلها كده في الصينية، اخبطها كده خبطتين عشان ما يبقاش فيها فقاعات من جوه. ودلوقتي هعمل الكريمة. معايا طبعا مية متلجة حوالي مج من المية المتلجة، حطيت مج من الكريمة وحطيت حوالي 3/4 من المية المتلجة. مية تكون طالعة من الفريزر علشان تديكي قوام كويس للكريمة. دلوقتي معايا مج من المية هحطه في بولة تانية. هحط معاه معلقة من النشا، معلقتين كبار من الكاكاو، برضو معلقة النشا معلقة كبيرة، ودول حوالي ربع معلقة، ربع كوباية كده من الزيت، وحوالي 3 معالق كبار من السكر ومعلقتين كبار من اللبن البودر. بيدي طعم حلو جدا مع اللبن البودر. طبعا لو مش هتحطي لبن بودر ممكن تستغني عن المية وتحطي بدلها حليب عادي. كيس نسكافيه كده بيدي طعم حلو جدا للجناش ده. دي بقى الشوكولاتة اللي هي بنسيحها وبنستخدمها للتزيين. هاخد كده 3 مكعبات، تدي قوام حلو قوي قوي للتزيين ده. هحط بقى كده ورقة كده من الفانيليا برضو بتديها ريحة حلوة. هخرج كده الكيكة من الصينية، قلبتها واشيل كده ورقة الزبدة وبعدين ارجعها الصينية تاني. شوية بقى صغيرين جدا من اللبن كده بنطر الكيكة كده ويخلي ليها طعم حلو كده وتكون طرية كده زي الجاتو الجاهز بالظبط. دي بقى الكريمة اللي احنا لسه عاملينها، نوزعها بقى على وش الكيكة. واخد بقى الشوكولاتة او الخليط الشوكولاتة اللي احنا عملناه نحطه كده على الوش ونبدأ برضو نوزعه. طعمها بيكون حكاية، يعني جربوها كده، خطيرة، ما بتاخدش وقت ومش مكلفة كمان.
والكريمة الباقية حطيتها كده في قرطاس الحلواني ده علشان اعمل بيها الوردات الصغيرة دي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، من اسهل الوصفات، جميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.